إخوتي الكرام، إن إصابة عين السنة في صلاة الجنازة ما أقوله لك. إن بعض الناس كده يقول إيه، يتكلم بغير علم، يدخل كده ويقول يا جماعة ما حدش يرفع ايديه إلا مع تكبيرة الإحرام. رفع الإيدين في صلاة الجنازة ما هو مشروع. والله لو سكت لكان أولى، لو سكت لكان أولى. تكبيرات العيد وتكبيرات الجنائز رفع اليدين من تمام الأمر، وإذا لم يرفع لا شيء عليه. لكن الذي يقول لا ترفع، اسكت. الرفع أتم وأكمل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده مع كل تكبيرة، أو كما في البخاري وكان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة. فعل صحابي، وأي صحابي كان من أعظم الناس اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء الكرام قرروا أن رفع اليدين مع كل تكبيرة من السنن في صلاة الجنازة وتكبيرات العيد، وكله في السر، لا كما تسمع الآن ضجيجا لمن يقول الله أكبر تلاقي كل اللي وراه يقولوا إيه، الله أكبر. في العيد نعم ارفع صوتك، في الجنازة لا ترفع صوتك، كله في السر. فيقرأ الفاتحة ولا بأس أن يقرأ معها سورة صغيرة، لا بأس أن يقرأ قل هو الله أحد أو غيرها من السور، لا بأس عليه، هذه من السنن. ثم في التكبيرة الثانية ما يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد، لا، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم في التكبيرة الثالثة يدعو للمتوفى ويطيلها، فيقول أول ما يبدأ لابد يبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها. للرجل أو المرأة تقولها بصيغة المؤنث لا بأس عليك، أما إذا كنت عرفت أنه رجل قل اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. هذا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. واغسله بماء الثلج والبرد وباعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وولدا خيرا من ولده. واغسله بماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنت خلقته وأنت رزقته وأنت أحييته وأنت أمته وأنت أعلم بسره وعلانيته وجئناك شفعاء فيه، فإن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته. اللهم افرش له في قبره خضرا ونور له فيه واجعله مد بصره. اللهم قه عذاب القبر وعذاب النار. اللهم لقنه حجته وسدد إجابته ونجه من عذاب القبر ومن ضمة القبر ومن فتنة القبر. كل هذه الأدعية واردة، ومن كان عنده أكثر من ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فليفعله. حدش بقى يقول إيه، دايما يقولوا للناس إيه، ادعي باللي انت حافظه باللي تقدر عليه. طب ما نعلمهم، ما نقعد نعلمهم في درس مثل هذا. بدلا من هذا إن شاء الله رب العالمين انظر كتيبات الصغيرة في صفة صلاة الجنازة والدعاء للميت، اعطيهم، اشتري ب50-60 جنيه ووزع على الناس بإذن الله عز وجل. ومثل هذه الأرفف نحط هنا كده، وفي ساعة صلاة الجنازة نوزع للناس ونحتسب هذا المال. الكتيبات الصغيرة التي تعلم الناس دينها، ويقرأ مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ويحفظ، تركها أخذها لا بأس، يأخذونها ونأتي بغيرها بحيث الناس تتعلم إن شاء الله رب العالمين. لكن نترك الناس ويقول له خلاص براحتك اللي تقدر عليه اللي تقوله. لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مثلا: ثم ادعو بخير ما أردت
بما استطعت من خير الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا لأحمد بما أراد، يعني العملية مفتوحة. قال بما أردت مما ورد، لأن مما ورد كثير، ومما ما ورد خير للإنسان من قوله والذي يخرج من رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من خير كل شيء واستعاذ من شر كل ما يستعاذ منه، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كبر الرابعة لا بأس أن يدعو لنفسه وللمسلمين وللميت أيضا، ولا بأس في ذلك، كأن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن أمته منا فأمته على الإسلام. فإذا سلم أتم الأمر يسلم تسليمة واحدة على اليمين، هذا أتم الأمر، تسليمة واحدة على اليمين، يقول السلام عليكم ورحمة الله، وينصرف، والناس يسلمون خلفه تسليمة واحدة، هذا أتم الأمر. فإذا سلم التسليمتين لا بأس، ولا ينبغي لأحد أن يسلم تسليمة إلا بعد أن يعلم الناس. مش تيجي كده أول ما تيجي تقول الله أكبر الرابعة هذه، ها والله لما أوريكم، السلام عليكم ورحمة الله، طبعا الناس إيه منتظرين التسليمة الثانية، هو بقى خلاص عرف ان دي هي السنة او هي اتم الامر فسلم تسليمة وسكت. الناس تضج بعدها، فين التسليمة الثانية؟ انت بوظت صلاتنا كده، ها، لانهم يظنون ان ما دام اتكلم وهو ما سلمش التسليمة الثانية يبقى الصلاة باطلة. من افسد الامر؟ الذي عمل. لابد قبل ان تعمل علم الناس. لماذا؟ لانهم صاروا سنين لا يعرفون ان هذا هو الاتم والاكمل، ولذا في بعض القرى نسلم تسليمة واحدة تعلم اهلها وصاروا تبعا للسنن، وكثير من القرى لا، يقول لك اتفضل تقدم صلي ولا لا تصلي انت، خلاص اصلي، اسلم كم تسليمة؟ تسليمتين، لانه ما تعلموا وما جئنا لننقض احوالهم، وخاصة ان الامر جائز، والتسليمتين مش جائز ولا ايه؟ عند ابن مسعود رضي الله عنه ان يسلم تسليمتين، وجماهير الامة ان يسلم تسليمة واحدة. فاذا انتهينا من الصلاة عليه انطلقنا به سريعا